صلوا على النبي وتعالى احكي لكم مين مظلوم اكتر، الراجل ولا البنت؟ الراجل بيدور على واحده زي امه. لما بيجي يدور بيدور على واحده زي امه تستحمله وتشيله، ومهما يعمل ما تسيبوش وتمشي، وتشيل منه حاجات كتير، ومهما يغلط تبقى مقدره غلط وفاهماه وما تزعلش منه وتراضيه وتخلي بالها منه حتى وهي زعلانه منه. والبنت بتدور على واحد زي ابوها يشوف عيوبها، يفهمها واحده واحده، يتقبل اخطائها، لما يلاقيها خايفه يقول لها ما تخافيش ويطبطب عليها، لما تغلط يجري ياخدها في حضنه ويقول لها انا اصلح وانا جنبك وانا معاك، يفرحها يحتويها يحميها. ولو غيرنا المرحله دي هنخش لمرحله تانية. الراجل عايز واحده زي اللي بيشوفهم على الانترنت، الشعر السايح، الشيب المظبوط قوي اللي ما فيهوش غلطه، سواء كان هو عايزها يعني بجسم معين، شيب ما فيهوش غلطه، الميك اب المظبوط، البشره اللي ما فيهاش حبايه حتى. والبنت عايزاه يكون شاب ومعاه شقته ومعاه عربيته، ويفاجئني بقى مفاجاه كبيره جدا. يفاجئني بطريقه ما ملهاش مثيل. مش مهم هو يجيب الفلوس دي منين، او اللي انت بتشوفيهم دول بيجيبوا الفلوس منين، او اللي انت بتشوفهم دول بيجيبوا الفلوس منين وبيعملوا كده ليه. ولو دخلنا بقى على المرحله الثالثه، هي اللي متصدر لها انها بنت مالهاش زي، واللي متصدر له ان هو راجل مالوش زي. تفتكروا الاتنين دول بالشخصيات دول هيعرفوا يختاروا صح؟ تفتكروا الاتنين دول بالشخصيات دي مين فيهم المظلوم؟ مين فيهم المظلوم اكتر، الراجل ولا البنت؟ مين؟ طيب لو جيتوا تعملوا حاجه هقول لكم مين فيهم المظلوم. افكار المجتمع ظلمهم هما الاتنين. هنبتدي ان مفيش سيده تقارن بامك نهائي، ودور مهما تدور، ولكن انت ممكن تطلب منها بعض الصفات اللي هي موجوده عند البنت. اوكي. طيب نيجي الناحيه التانية، مفيش راجل في الدنيا يقارن بابوكوا. مفيش راجل في الدنيا يقارن بابوكي، بس ممكن تطلب منه حاجات انت مهتميه بيها موجوده في ابوكي، بس مش كل الصفات. خلاص، لان ابوكي ما عندوش غريزه، انما خطيبك عنده غريزه. اوكي، ده بدايه يعني. فهو بيفكر بمنطق الغريزه شويه، لما تلاقيه غيران وبيكسر الدنيا هو عارف الشباب بيفكروا ازاي، فبيفكر بالمنطق ده. وهي برضو لا، هي ما بتستحملش كل الاخطاء، عشان هي بتفكر انها تبقى شريكه حياتك مش مامتك. انها واحده لو ما لقيتش راحتها في المكان ده ممكن تسيبه وتمشي على فكره، وده حقها طبعا. انتوا الاتنين ظلمتوا نفسيكم عشان صدقتوا افكار مجتمع. البنت اللي شعرها سايح، اللي ما عندهاش في جسمها واي ديفو، ما عندهاش في وشتها في وشها اي حاجه غريبه، اي شكلها غريب. طب ده ايه؟ ما كل ده فلوس، كل ده فلوس على فكره، كل ده بفلوس. عايز واحده زي اللي انت شفتها على الانترنت، ادفع. هما يعني بيطلعوا حلوين كده عشان معاهم فلوس وعشان بيدفع لهم؟ اه اه عشان معاهم فلوس وعشان بيدفع لهم، عشان بيعملوا اعلانات لمنتجات، عشان بيشتغلوا شغلانه بيجيبوا منها فلوس قد كده وبيصرفوا على شكلهم، لان شغلانتهم شغلانه مظهر اصلا. فانت عايز واحده زي اللي انت شفتها دي، اصرف، ادفع، اديلها فلوس تروح جيم، اديلها فلوس تعمل جلسات تنظيف بشره، تعمل جلسات، لو عايزه تنحت حاجه ادفع. لا انا معيش الامكانيات دي، خلاص يبقى احنا الاثنين بنتعامل في المنطق اللي هو المعقول. انا موافق ان انا متجوزه واحده شكلها حلو، بس بعد الجواز والخلفه هتتغير وهتخس وانا هساعدها. طب انا عايز اعيش من حقي، انا استاهل. طب ما تستاهلي. هو ممكن يعملك مفاجاه مش زي اللي بتشوفيها على الانترنت، بس ممكن يفاجئك على حسب امكانياته، يعاملك ويصرف على حسب ما هو يقدر يجيب. ماشي، حلو قوي. نيجي بقى للجزء الاخير. لما تيجي تنزل فيديو بتيجي تنزل ستوري على الفيسبوك مثلا، تلاقي ان هو بيختار لك الاغنيه ان انت شخص تحب وتستاهل، او انك شخص مفيش مثيل والباقيين ما يسوش حاجه. انا باجي انزل صوره بيقول لي كده. طيب بيقول لك انت بس هنا؟ لا، هو عايز يصدر فكره ايه؟ فكره حب النفس، فكره تقدير وعشق الذات،
فكرة انك تصدق ان انت مالكش مثيل. انت شايفة نفسك وفقا للمجتمع وفقا للسوشيال ميديا اللي بتصدر لك ده انك تستاهل ده، وانت شايف نفسك بنفس الطريقة، يبقوا انتوا الاتنين غلطانين. اولا انت شخص كويس ومحترم وكل حاجة بس مش مالكش مثيل. مالكش مثيل دي محتاجة مجهود، اشتغل على فكرة انك ما يبقاش ليك مثيل في شخصيتك بقى، في صفاتك، في تصرفاتك، في علاقتك بربنا، ده قبل كل ده، في علاقتك باهلك. اشتغل على شخصية ان انت ما يبقى لكش مثيل. وانت نفس الشيء، الرضا لمن يرضى. احنا بقينا عبارة عن ناس تجري ورا سلع، وسلعة ممكن ما تلحقش تستمتع بيها. فايه الحل؟ لا، ارضى واشتغل على نفسك انك تبقى احسن. ارضي واشتغل على نفسك انك تبقى احسن. بلاش الصور اللي انتوا عايزين زيها، لان في حاجات كتير قوي في الحياة مش حقيقية، حاجات كتير قوي انتوا بتشوفوها مش حقيقية. في فرق بين شخص اللي حواليه ظلموه، في فرق بين شخص ظلم نفسه. اللي حواليك ظلموك اوكي، انا معاك في ده، عشان للاسف دي الصور المتصدره، انا لازم امسك احسن موبايل، لازم اعيش في احسن مستوى، لازم البس من براندات معينه، انا كمان لازم اتجوز شخص بمواصفات معينه كده. فبقينا تحت امر الاستهلاك، بس مش عارفين نعيش حياه. فلو عايزه تعيشي حياه بجد، قربي من ربنا ودوري على شخص ينفع ان هو يكون راجل قادر ان هو يفتح بيت، قادر ان هو يعيشك في مستوى كويس، اللي يقبل يعيش فيه اخته، اللي يقبل يعيش فيه حتى لو ما عندوش اخوات، هو عارف ازاي يقدر بنات الناس. اختار واحده شكلها كويس بس تكون اخلاقها احلى، عشان الشكل ممكن يتغير وهنرجع نشتغل عليه ونرجعه حلو برضو تاني. بس لو اخترت واحده شكلها حلو واخلاقها مش حلوه، انت اللي هتشرب، انت وعيالك. ولو اخترت واحد معاه فلوس بس اخلاقه مش حلوه عشان هيعمل اللي انا عايزاه، عشان هيبهرني، انت اللي هتتعبي، انت وولادك. وصلت الفكره ولا لسه؟ ربنا يكتب لكم كل الخير يا رب.